أعزائي المشاهدين، النهاردة هنتكلم عن عادات الزواج والفرح، ومعانا بعض النساء من قرية المضيق هنتعرف عليه. أنا النور. جيهان محمد عوض. سعدة. أبو بكر شريف. أهلا وسهلا. في البداية حابين نعرف ليه الزواج بالذات بيكون أكتر في العيد الكبير، يعني ليه مثلا مش العيد الصغير أو في أيام أخرى؟ عشان بيكون الناس كتيرة وفي لمة يعني وكده. في عادات وتقاليد اتغيرت لسبب احنا حاليا بعد التهجير جينا هنا في مجتمع مختلط، فبقى في مثلا احنا كان زمان مثلا لما تيجي تمشي من السيالة للمضيق ده هتمشي تعدي بحر، فدلوقتي ما فيش، فاحنا بقى في عادات كتيرة في الجواز، يعني ممكن اي حد يتجوز من البلد اللي جنبه واللي جنبه وهكذا. بعدين في انفتاح يعني للمجتمع، خروج البنات للتعليم وخروج الشباب للتعليم كمان ادى الى ان بقى في تعارف يعني بين النوبة كلها ككل، وفي طبعا في بعض الحالات ان بيتجوز من خارج النوبة مثلا، يعني عشان كده بقى دي في الجزئية دي. انما كان قبل التهجير كان برضه مجتمع منغلق شوية، منغلق يعني على نفسه، يعني المضيق هتلاقي بيتجوزوا داخل المضيق او فيما ندر زوجتين 3 يبقوا خارج البلد، انما دلوقتي ممكن تلاقي 20 30 خارج البلد، يعني اختلف، يعني أصبح في انفتاح وفي تحرر أكتر، بس طبعا في حدود الحفاظ على العادات والتقاليد. تمام. في عادات مختلفة مثلا من بلاد الكنوز عن بلاد الفديكات أو العرب في عادات الزواج والفرح؟ يعني في اختلافات هي بس طفيفة، يعني مش لدرجة ان احنا نقدر نقول اختلافات. يعني احنا بنقول مثلا احنا عندنا في المضيق مثلا عندنا بنعمل ليلة الحنة وليلة الفرح، ده حديثا دلوقتي. هنلاقي يوم الحنة مثلا بيبقى عندنا فرقة، بيبقى عندنا حنة العروسة بترقص بتغني كده يعني. هتلاقي مثلا في خط الفديكات بيبقى فيه عندهم بيذبحوا ذبايح صغيرة، بيعملوا سفر في الأكل. احنا عادة بنعمل الفتة، يعني عادة في المضيق عادة، بس في بيعملوا الحاجة التانية، يعني ايه بنعمل سفر مش دايما. وفي حاجة تانية احنا بنعملها يوم الصباحية، بنعمل مثلا ايه عندنا الشعرية أساسية ومهمة جدا، وكل عروسة لازم بتعملها في بيت العريس وبيت العروس. بيت العروسة بيعملها للصباحية. ايه الشعرية دي بتبقى عبارة عن ايه؟ عبارة عن دقيق بنعجنه وبنحط عليه ملح وميه يعني، وبيتعجن عادي، وبعدين بيتعمل بمكنه كده، مكنه الشعريه اسمها، بتطلع زي الشعريه العاديه اللي موجوده في السوق، زي شعريه الرز وكده بس على اجمد شويه. وبتتعمل في الصبح وتتوزع على الجيران، تحط فيها لبن وكده وتتوزع عليها، وبعد كده بقى بتحط الشعريه وتحط عليها سمنه بلدي، فدي كباب بيعملوا توزع على الجيران. اهم حاجه دي لازم الشارع كله لازم يفطر، القريه كلها، لا الشارع اللي فيها بيت العريس وبيت العروسه. حصل وان العريس راح يتقدم للعروسه واتخطبوا، هل بيسمح الأهل إن الفتاة تخرج مع خطيبها فترة الخطوبة، ولا لازم بعد كتب الكتاب مثلا؟ ما فيش، لا ممنوع يعني. هذا الجواز كمان يعني مش كتب كتاب بس. نعمل كحك، بنعمل الشعرية والبتفور، ونجيب الحمام والفراخ كله بقى نجهزه، ونعمل سخينة. ايه السخينة يعني بصل، نجيب شوال بصل ونقعد نقطعه، الناس كلها تتلم، الحبايب كلها يعني، ونقطع البصل في الحلل ونعمل السخينة. دي أهم حاجة عندنا. وبعد كده تقلب لحد ما يدوب، يبقى بعد كده هو ده السخينة. بتهري يعني بتهري بتحط عليه معلقة مثلا معلقتين صلصة ولا عشان يبقى ملونة، دي السخينة. في تجهيزات تانية ولا كده؟ بنجيب الفريك
بنقعد ننضف الفريق عشان بنعمل الحمام المحشي. نحشي الحمام مع السخينة يعني بستاك. العريس 10 جواز بتاخده ليها ولا حبايبها وكده. طيب تجهيزات الفرح دي بتتطلب وقت قد ايه مثلا قبل الفرح؟ بتاخد مدة طويلة مثلا ممكن ولا الأيام؟ 15 يوم أقل حاجة يعني. 15 يوم أو أكتر. 20 يوم ممكن. إنما الريحة بنبتديها قبل الفرح ممكن بسنة أو ب6 شهور كده حسب الإمام. لو العريس جاي غفلة يعني ومحدد الفرح بعد شهر بتتعمل الريحة وعادي. لكن لو في مهلة يبقى الريحة دي بتجهزها أول حاجة أم العروسة، تقعد سنة عشان خاطر تخمر وتبقى حلوة. تمام. حصل كتب الكتاب بقى وهيتم الفرح إن شاء الله. بتعملوا الفرح فين؟ لازم يكون داخل القرية مثلا أو ممكن تحجزوا قاعة برا؟ داخل البلد. داخل القرية. مش مستحب إن يكون برا، يعني من العادات إن احنا في البلد جنب البيت بتاع الفرح بنعمل بقى إن كان فرجة ولا كف بنقعد. بالنسبة لو في مصر حاجات حديثة حاليا في بلاد جنبنا يعني زي بلد قرية أبو بيعملوا في المضيافة الأفراح بتاعتهم في المضيافة. احنا صراحة يعني أنا وجهة نظري إنها تتعمل كده، لأن بيت الفرح بيبقى يقلب يعجب يعني بيبقى زحام وكده. يا ريت احنا بنفكر يعني يا ريت احنا كلنا أهل البلد يقتنعوا إن احنا نعمله زيهم، يعني بلد جنبنا هي أبو. دي برضو من العادات المستحدثة. ما أنا بقول في الحديث جميل وحلو وفي حاجات كويسة. بالنسبة لمهر العروسة طبعا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة اليومين دول، هل لو العريس مثلا ظروفه صعبة والمهر بتاعها هيكون حاجة رمزية أو كده، العروسة بتقبل بده ولا بترفض عادي بتقبل. احنا أهم حاجة بنشتري راجل، ما عندناش الذهب والفلوس والحاجات دي. أهم حاجة يكون راجل يريح بنتنا يعني بقى كويس. بس أنا ما تفرقش معانا يعني المهر. بس أنا أعرف إن الذهب بالذات في الكنوز ده حاجة مهمة جدا. عندنا مهمة بس يعني على قده بقى العريس. يعني بس يعني هي يعني دي الثانية بقى، بس احنا من راجل وبعد كده بقى الذهب هو وظروفه بقى يقدر يجيب عادي يجيب، ما يقدرش خلاص يعني ما نقدرش نقول لا احنا مش هناخدك عشان ما عندكش ذهب يعني. بنقبل ممكن ابو العروسه كمان بيلبس بنته زي ما يكون يعني زي ما يحب هو واستطاعته. ممكن في ناس بتلبس بنتها اكتر من العريس اللي بيجيب. يعني ممكن العريس يجيب سلسله وغوشتين او كوليت وغوشتين او 3 الظروف بتاع العريس. ما اشترطش عن الذهب اهم حاجه. مش مهم الذهب، المهم يكون الشخص كويس. يكون اخلاقه كويس. تمام. ممكن البنت مثلا الكنزية تتجوز من بره او بنت من قرية المضيق تتجوز من قرية اخرى، او البنت الكنزية تتجوز في دكة او العكس او العرب يعني عادي ولا حاليا بالذات يعني بقول لك حديثا بقى في انفتاح طبعا على المجتمعات اللي حوالينا، ففي حالات كثيرة حالات زواج يعني. دي برضو بالي دلوقتي رايح اتجوز من السبوع عادي من بره البلد. بس يكون نوبي. بس يكون نوبي ده دي اساسيه يكون نوبي. تمام. انا في اول يوم العيد انا رحت غرب اسوان، شفت عروسه بتلف على البيوت اللي في القريه وبتعزم لفرحها. هنا داخل القريه ده بيتم ولا لا؟ ما العروسه ما بتخرج؟ لا العريس بس. العريس يعني. وبعد كده بنعرف يعني في فرح حد كله البلد بتعرف بتروح. واحدة تتجوز يعني بروح تعرف يعني. والبنات صحابها بقى بيروحوا لها بقى تاني يوم الفرح بيروحوا ينقطوها بقى يديها الفلوس ينقطوها يعني للعروسة. البنات بقى يوم للبنات. ممكن في مصر يعني العريس يكتب على عروسته ويمشي بيها. هنا لا، هنا لازم يعمل فرح بقى. هنا لازم في البلد يعني. احنا عندنا من عادتنا هنا ان الاهل يعني دلوقتي خلان العريس لو العريس مش مقتدر او والده مش مقتدر، خلانه او عيلة الخلان تودي له الذبيحة اللي هيذبحها في الفرح، فالمحلولة يعني نعوض يعني محلولة. طب انا عاوزه اعرف ايه شكل الفرح بيبقى عامل ازاي؟ ايه التجهيزات؟ بيت العروسه صاحباتها بيجوا بيعملوا ايه كل ورسم الحنه يعني كل ده انا عاوزه اعرف شكله بيبقى عامل ازاي. يوم الحنه
ليلة الحنة العروسة بتقعد ترسم الحنة، بتيجي مثلا الحنانة في البيت وبتعمل لها الحنة. طبعا العروسة قبل كده بتكون عاملة ماسكات وعاملة حاجات يعني على جسمها يعني وعلى نفسها، على انها يعني تبقى كويسة يعني يوم الفرح. انا اعرف ان في بعض بعدين الحنة. انا اعرف الحنة ان بقى دي حاجة أساسية وثابتة ومن زمان، يعني من البلد القديمة واحنا بنعمل الحنة، بس الرسم طبعا حديثا، رسم الحنة حديث. العريس برضه بنعمل له الحنة برضه. أم العروسة بقى بتودي أكل لليوم. مين اللي بيحني العريس؟ مامة العروسة مثلا؟ لا الشباب. احنا نعجن الحنة للحريم وهم الشباب يحنوا. بنشكر حضراتكم نساء فضلات من قرية المضيق. شكرا لكم أعزائي المشاهدين، شكرا لكم، يا رب تكونوا استمتعتوا.